السلام عليكم. وبعدين واخرتها ايه؟ طيب ماتش في ايدك انت ضيعته من ايدك بسبب مدرب جبان، بسبب شويه لعيبه ما عندهاش دم. احنا مش هنهد المعبد على اللي فيه، بس لازم نتكلم اللي احنا شفناه. يعني احنا لازم نتكلم الحاجه اللي احنا شفناها في الملعب. شفنا 11 عيل مش 11 راجل. يعني الوحيد اللي كان بيلعب بروح هو حسام عبد المجيد، مع ان الجول الاول غلطته اتباع، اتاكل اكله ما يتاكلهاش عيل صغير في ابتدائي. دي اول حاجه. عايزين بقى نتكلم في الماتش. سؤال بس المدرب، انت بدات الماتش النهارده اول 10 دقائق الانتشار 10 على 10، ماسك كوره تلعب على الاهلي، رحت بهجمه انفراد عدي الدباغ، رحت بهجمه ثانيه انفراد ناصر ماهر. خلاص يبقى انت كمدرب انا استمر في اللي انا فيه ده. انت بعدها قمت سايب الكوره للاهلي. انت بعد ما عملت الهجمتين دول سبت الكوره للاهلي. ماشي احنا مقسمين الماتش، يعني انا يعني همشي بدماغك. انت مقسم الماتش. طب وبعدين انت ما قسمتش الماتش، انت لعبت اول 10 دقايق بس. يعني انت لعبت اول 10 دقايق بس، ما لعبتش حاجه ثانيه في الماتش. ضربه الجزاء دي اقسم بالله انا كنت حاسس ان في حاجه غلط. هي مش معقول الدنيا هتضحك لنا كده يعني، بعد ما نضيعها تتعاد وتتشاط وتيجي جون. لا، وبعد ما يتحسب عليها ضربه جزاء الحكم يلغيها. لا انا ما كنتش مصدق ان الدنيا بتضحك لنا قوي كده. مش احنا، يعني الدنيا ما بتضحكلناش احنا، او احنا مش وش كده. بس احنا لما هنيجي نتكلم، انت بدات اول 10 دقايق زي ما احنا قلنا انت ضاغط على الاهلي وبتلعب كوره وانت اللي بتحرك الملعب بمزاجك. فجاه قمت سايب الكوره للاهلي، وبعد كده رجعت مسكت كوره تاني، جت ضربه الجزاء، جبت جون، وشكرا. شكرا انت قمت راجع بال 11 لعيب على خط ال 18. انت عامل كلكعه اللعيبه على خط ال 18. يعني انت امنت العمق وسبت الاطراف. يعني الاهلي النهارده عامل بتاع 30 عرضيه ولا 40 عرضيه، حسام عبد المجيد شايل منهم 90 كوره. والجول الاول اللي يجي فيك من قلب الملعب، يعني يجي فيك من العمق. يعني الجول الاول وانت مقفل عمق يجي فيك من العمق. تبقى دي مشكله، دي مشكله مدرب، دي مشكله شويه لعيبه ما عندهاش دم، مش حاسه بالفرقه ولا حاسه بالجمهور ولا حاسه باي حاجه. انت دلوقتي بعد ما طلعت عدي الدباغ عشان مصاب، ليه ما نزلش عمرو ناصر؟ يعني انا بالشويه اللي لعبهم عمرو ناصر النهارده، لا هو اللي بعد عدي الدباغ على طول. ناصر منسي اسطوره على عيني وعلى راسي، بس لا ما يلعبش ماتش اهلي وزمالك. يعني مش اللي هو ينزل، مش هيعمل لك اللي كان بيأديه عدي الدباغ. يعني انت عرفت قيمه عدي الدباغ لما هو خرج. ايه قيمه عدي الدباغ؟ الضغط، التحرك بدون كوره، إيه الباص الصح اللي ما بيعرفش يعملها ناصر منسي. يعني لازم بقى نتكلم ونقول الصح. ناصر منسي على عيني وعلى راسي، بس ناصر منسي ما بيعرفش يطلع باص صح. ناصر منسي اذا كان الجون اللي جابه في ماتش السوبر الافريقي، ولا اذا كان الكوره اللي بازها لعمر جابر بتاعت محمود بن تايك اللي في ماتش 1-1، دي وحياه ربنا دي حلاوه روح. انما ناصر منسي ما يلعبش زمالك. يعني كفايه خوف من المجتمع بقى. ناصر منسي ما يلعبش زمالك. انا شايف ان المهاجم البديل لعدي الدباغ هو عمرو ناصر. لسه الدوري في الملعب ولسه بدري ولسه هتلاعب الاهلي تاني. وانت يعني انت طالما فرقه عايز تاخد دوري المفروض تكسب الاهلي، تكسب المنافس المباشر ليك، اذا كان الاهلي اذا كان بيراميدز. انا كنت حاسس ان ماتش المصري دوت وحياه ربنا هي فوقه كده، هي حاجه كده طفره حصلت. تمام. انا والله العظيم ما لاقي حاجه اكتبها. يعني انا مش لاقي حاجه اكتبها في الماتش. انت ما عملتش حاجه، انت سبت كل حاجه للاهلي. سبت الكوره، سبت الملعب، سبت الاستحواذ، سبت المحاولات على المرمى، سبت كل حاجه للاهلي. ما عملتش اي حاجه في الكوره انت. انا نفسي اعرف انت كانت دماغك فين وانت بتخلي ال 11 لعيب يرجعوا تلعب زون ديفنس، ومؤخر ال 11 لعيب على خط ال 18 وقافل عمق. يعني انت قافل عمق الملعب وسايب الناحيتين اذا كان يمين او اذا كان شمال بن شرقي وتريزيجيه بيعملوا فيهم اللي هم عايزينه، محمد هاني وطاهر محمد طاهر بيعملوا هم عايزينه الناحيه الثانيه، وعمالين يلعبوه كأن ماتش يد. اللي انا شفته ده ماتش يد. احنا واقفين قدام ال 18 والكوره رايحه من قدامنا يمين وشمال وعرضيات، وحسام عبد المجيد يطلع عرضيات وحسام عبد المجيد يطلع. ما مش هفضل اطلع على طول. انت ما بتدافعش قدام الجونه، انت بتدافع قدام الاهلي. فانت تبقى عارف ان انت طالما انت بتدافع قدام الاهلي هيجي فيك جون واثنين. تمام. فانت كمدرب
اول يعني احنا لو عايزين نغير صح او عايزين نتكلم بقى كوره صح، اول حاجه عشان تقدر تنافس على الدوري او علشان تقول ان انت ليك نصيب في المنافسه على الدوري او حتى مركز تاني، لان والله باللي انا شايفه ده مفيش مركز تاني، مفيش مركز تاني. احنا بنهدمش المعبد على اللي فيه ولا احنا بننط من المركب، احنا بنتكلم الصح اللي احنا شايفينه. اللعيبه دي النهارده ما كانوش رجاله. يعني انا قلت لك قبل الماتش العب واخسر، بس حسسني ان انت ما بخلتش عليها بنقطه عرق، حسسني ان انت عملت اللي عليك وزياده، والمفروض تعمل اكتر من اللي عليك بسبب الناس اللي جت وراك دي وبتشجعك من اول دقيقه لاخر دقيقه. ناس جايه لك من اسوان، ناس جايه لك من اسكندريه، جايه تتفرج عليك وجايه تشجعك. لكن انتوا لعيبه ما عندكوش دم، لعيبه والله العظيم حرقه الدم اللي الواحد فيها دي. انتوا لعيبه ما عندكوش دم، انتوا لعيبه ولا حاسين بجمهور ولا حاسين بحاجه. اهم حاجه المستحقات المستحقات المستحقات. اقسم بالله انا لو من جون ادوارد، والله انا لو من جون ادوارد اول قرار وقف مستحقات زي ما الاهلي عمل. وقف مستحقات، اوقف مستحقات لعيبه. ليك كام؟ ليك 5 تاخد جنيه. ليك كام؟ ليك 10 هتاخد 2 جنيه. وهوقف مستحقات، لان اللي حصل النهارده في الماتش اذا كان مدرب ولا اذا كان لعيبه ميح، والله ما في حاجه نتكلم عليها، ما فيش حاجه تتكلم عليها في المباراه. انت بتتكلم يعني اللي انا كاتبه كله الكوره بتاعه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ادم كايد اللي هو اداها لناصر ماهر اللي راح بها انفراد، والكوره اللي بيزيرا اداها لعدي الدباغ راح بها انفراد، والكوره بتاعت اللي هو التاكلينج بتاع بنتايج. النهارده كان بنتايج كميه تكالينج غريبه، وكان كلها صح ما شاء الله عليه ربنا يحميه يعني. بس في نفس الوقت انت ضيعت مجهود لعيب زي محمود بنتايج، انت ضيعت مجهود لعيب زي حسام عبد المجيد، انت ضيعت مجهود لعيب زي عبد الله السعيد. ليه؟ وبسبب ايه؟ بسبب ان انت مدرب جبان. انت مدرب جبان، انت مدرب جبت جول في الاهلي ارجع بال11 ورا، مستحيل. مش الاهلي اللي العب عليه كده، مش الاهلي اللي اسيب له الكوره واسيبه يعمل اللي هو عايزه. يعني قدامه 60 70 متر في الملعب وانت مالكش الا 10 متر، هو بيعمل اللي هو عايزه في الكوره. ده ما ينفعش، ده بيثبت لك ان انت كمدرب انت ما ذاكرتش الفرقه اللي قصادك، ما ذاكرتش الفرقه اللي قصادك كويس، ما عملتش حاجه، ما عملتش اي حاجه خالص في الملعب، ولا اتكلمت يعني ما اتكلمتش مع اللعيبه. انا شايفك واقف صامت، حتى ما فيش نرفزه، ما فيش اللي انت بتشد اللعيبه. عماد النحاس من قبل ما الحكم يصفر واقف ال 90 دقيقه وبيتكلم، اللعيبه كلها بتتكلم بعض. انا النهارده ناصر ماهر كل كره يبقى غلط يبص البزيره، يبص اللعيبه اللي وراه ويتعصب. انا مش فاهم يا جماعه. طيب انت كل كوره بتتباظى غلط من ناصر ماهر متضايق، دونجا كوره هو اللي عمل الفاول بانذار راح يتكلم مع محمد اسماعيل. طب وبعدين؟ طيب ما كل واحد يعترف بغلطه. ما احنا لو وقفنا على الارض، وقفنا على الارض صلبه وعشان نتكلم وعرفنا قيمتنا وعرفنا حجمنا وعرفنا ورانا قد ايه من الجماهير، كان زمانك كسبان الماتش ده. اقسم بالله ماتش سهل، والله ماتش سهل ما تتغلبه. اللي حرق دم الواحد ان هو ماتش سهل ما تتغلبوش. انت لو كنت كملت الضغط على الاهلي كان زمانك دلوقتي اقسم بالله كسبان الماتش. لعيب زي حسين الشحات مبطل كوره نزل كسبهم الماتش. ليه؟ خلاص هو عماد النحاس نزل لك لعيب، انت اللعيبه جابت جاز من كميه اللعب اللي بيتلعب عليها بتاعتك ناحيه محمود بنتايج وحسام عبد المجيد. كورتين والنصيبه انت قافل العمق والجون جه فيك من العمق اول جون. يعني انت كمدرب طريقه لعبك فشلت، طريقه لعبك غلط، قافل العمق والجون دخل فيك من العمق. يعني مش فاهم، يعني انا مش فاهم ايه ده، ومش عارف انت يعني انت عملت كده ليه. في كره ثانيه يعني في الدقيقه 49 انا بصيت على المنظر بتاع الزمالك ده في اول الشوط الثاني. انت يا جماعه احنا مش للدرجه دي، احنا ما بنلعبش برشلونه، احنا ما بنلعبش بايرن، احنا بنلعب الاهلي. فرقه لما هجمنا عليها عملنا عليها انفراد والتاني وجبنا جول. يعني اعرف حجمك، انت مش عارف قيمه اللعيبه اللي معاك، انت مش عارف انت يعني انت معاك مين، مش عارف انت بتلاعب مين، ما ذاكرتش الفرقه. عرفنا طيب. وهتطلع في المؤتمر الصحفي تقول اصل احنا نستحق الخساره. طب ما انت السبب، انت السبب في الخساره. انت كمدرب مدرب جبان، مدرب يعني انا ما اعرفش انت ليه لما بتجيب جون بترجع ورا الكوره. باشا احنا مش من فرق منتصف الجدول،
يعني حد يعرفك كده، جون ادوارد يعرفك، اي حد حواليك يعرفك احنا مش من فرق منتصف الجدول، احنا فرقه بتلعب على بطوله. الكلام ده تقوله لو انت فرقه في منتصف الجدول، انا بجيب جون وبرجع ادافع عشان اضمن المكسب، وفي الاخر بتتغلب. يا ريتك بتكسب، يا ريتك لما بتجيب جون وبترجع تدافع بتكسب الماتش. لا، ده انت بيخش فيك جون. ماتش الجونه دخل فيك جون، رجعت تدافع دخل فيك جون. النهارده رجعت تدافع دخل فيك 2. الماتش الوحيد اللي انت بعد ما جبت جون كملت ضغط وضغط شرس وقلنا ان انت مذاكر الفرقه كان ماتش المصري، جبت جون والتاني والتالت. طيب ما هي فلحت اهي، نجحت اهي، يعني الطريقه والكوره نجحت اهي. يعني انا النهارده مش عارف اتكلم في فنيات، مش عارف اجيب لك لقطه اقول لك المفروض يعمل ايه وما كانش المفروض يعمل ايه. مفيش حاجه في الماتش، اقسم بالله ما انا مش لاقي كلام اقوله في الماتش. هي انت لعبت 10 دقائق وشكرا، نمت في الذره، نمت جوه ال 18 بتاعتك. يا عم احنا مش غزل المحله، مع احترامي لغزل المحله. يا عم احنا مش فاركو، مع احترامي لفاركو. انت بتلعب الاهلي وانت الزمالك، انت ليه مش عارف؟ مش يعني انت ليه كمدرب مش عارف قيمه الفرقه؟ يا جماعه ما حد يفهمه، حد يعرفه ان احنا كزمالك لا انا بجيب جون وبضغط وبجيب الثاني وبدوس على وش الفرقه لو انا قدامي ان انا ادوس على وش الفرقه. ان انا ما برحمش حد، ما برحمش حد. انا نفسي اعرف انت ليه رجعت تدافع؟ بس يعني هو ده الفيديو ده النهارده سؤال واحد، انت رجعت تدافع ليه؟ حاجه من الاثنين، يا انت مدرب جبان يا انت ما بتعرفش تدرب. والله ما ليها حل ثالث، وفي الحالتين ما تنفعناش. احنا لا بنهد ولا احنا بنقول ان الفرقه وحشه. اللعيبه يجي منها، اللعيبه يجي منها. ككوره لسه في الملعب ان انت تنافس على الدوري، ككوره لسه في الملعب انت تنافس على الدوري. لسه الدوري طويل، لسه الدوري طويل، لسه فيه كذا بطوله ثانيه. تمام. بس كمدرب اول طريق ان انت تاخد الدوري او ان انت تاخد بطوله السنه دي، او حتى تلعب ان انت تشارك في دوري ابطال افريقيا السنه الجايه وتلعب على مركز ثاني مش الدوري، يا نيك فيرا يمشي. مشروع على عيني وعلى راسي المشروع، يعني على عيني وعلى راسي المشروع، بس يا نيك فيرا يمشي. لازم انا كجون ادوارد خلاص المدرب وحش، خلاص انا العبه ماتش المحله وامشيه في التوقف، يمشي في التوقف، يلعب ماتش المحله ويمشي في التوقف. لازم. اخر الفيديو انا مش عارف اقول حاجه غير ان هو كان ماتش في ايدينا، ماتش كنا المفروض هنكسبه، ماتش كنا المفروض ضمننا ال3 بونت بتوعه من اول ربع ساعه تلت ساعه. انت ضمنت 3 بونت، شايف الزمالك بيلعب كوره، الماتش رايح جاي، هجمه هنا وهجمه هنا وليك شكل في الملعب. انت خليت الجمهور او احنا أو يعني الجمهور اللي في الملعب او احنا بنتفرج مفيش شكل للزمالك. انت لغيت الهويه بتاعت الزمالك، لغيت الهويه، لغيتها. انت يعني ال 11 لعيب في ال 18 بندافع ليه يا عم؟ بنلاعب مين يا عم؟ انت بتلاعب الاهلي وهو في اسوأ حالاته، يعني يا ريتك بتلاعب الاهلي والفرقه بتاعت التنين المجنحه اللي بتطلع نار من بقها كامله. لا، ده انت بتلاعب الاهلي هو في اسوأ حالاته، ثقه مهزوزه، مشاكل في اوضه اللبس، كل حاجه، اصابات، غيابات. تخلي واحد زي الجعان يطلع ينزل استراتي شبه النسوان. انا مش فاهم، يعني واحد بيرمي استروهات شبه النسوان، دي حركات نسوان مش حركات رجاله. بس في الاخر ماتش وعدى، يعني ماتش وعدى خلاص، مش هنقدر نقول حاجه تانية، هنفضل ورا الفرقه. لازم اللعيبه تلم نفسها، خلاص ماتش ب3 بونت، ماتش مش ببطوله، ماتش ب3 بونت. انت دلوقتي انا ماليش دعوه بالاهلي، انا ليا دعوه بالفرقه اللي جايه من تحت ما حدش اخد باله منها، اللي هي بيراميدز. بيراميدز لو كسب هيبقى الاول على الدوري وهيركب هو الدوري. تمام. فيا جماعه بعد اذنكم يا جون ادوارد، بعد اذنك الحق لم الفرقه والحق مشي المدرب وهات مدرب كوره. والله لو جبت مؤمن سليمان، والله لو جبت طارق مصطفى، اقسم بالله هيبقى احسن منه. ليه هيبقى احسن منه؟ عشان خاطر اذا كان مؤمن سليمان ولا اذا كان طارق مصطفى مدربين عارفين الزمالك، عارفين هويه الفرقه. ده مدرب جاي ما يعرفش هويه الفرقه، ما يعرفش ان الفرقه دي هي اي بطوله بتخشها بتنافس عليها، اي ماتش بتخشه بتلعب على المكسب، ان شاء الله تكون بتلعب مين. انا النهارده بلعب ب 11 لعيب جوه ال 18 قدام الاهلي هو في اسوء حالاته. يلا الحمد لله. طالما وصلت لاخر الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد.
سلام.